اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه كده جديده مع بعض، تخليل الخيار. ده تقريبا بس الخيار ده بقى مش تخليل انا هقعده مده، لا ده هيقعد تقريبا ساعتين 3 كده وهتاكليه. هنسميه بقى الخيار المستعجل. هنمسكه نقطعه بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين الحجم بتاعه او اي تقطيعه بقى انت بتحبيها. وهيكون معايا بقى الاضافات بتاعته، معايا فلفل الوان ومعايا توم، ومعانا التوم بتاعنا كده فرمينه في الكبه، ومعايا الخل. هاخد تقريبا يعني ايه فنجان خل صغير كده خالص، فنجان القهوه الصغير، ومعايا ملح، ومعايا بابريكا، ومعايا شطه، ومعايا معلقه سكر صغيره. طبعا هتقولي هنحط فيه سكر ليه؟ هقولك عشان نحافظ على القرمشه. هنجيب بقى الميه، نسيب الميه بتاعتنا بتغلي كده، وهنبتدي بقى نضيف الخيار بتاعنا. طبعا لو انت هتقعديه كميه كبيره مش هنحطه في ميه بتغلي لو انت مش مستعجله عليه، بس انا مستعجله عليه، محتاجاه في نفس اليوم. انا عملته يعني قبل ما انا كنت محتاجاه ب3 4 ساعات كده تقريبا. وناخد بالنا احنا غلينا الميه خالص وطفينا على النار وحطيناه بقى كده، وهنحط بقى التوابل بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده كده، ونسيبه 3 ساعات لما الميه تبرد خالص. بعد كده هبدأ اعبيه بقى في برطمان. هنشوف بقى كده مع بعض. شايفين بالشكل ده؟ احنا نسميه كده الخيار المستعجل، الخيار السريع كده اللي بتاكل في وقتها. والسكر انا بحطه عشان يحافظ لي على القرمشه، بيبقى مقرمش وجميل جدا. لو انت طبعا مش مستعجله عليه بتحطيه بقى من غير ميه مغليه ومن غير اي حاجه، بس بتحطي نفس الكميه بالظبط. وبقى معايا اللون بتاعه كده بالشكل ده كده بعد ما برد خالص. ما تحطوش في البرطمان وهو فاتر حتى، يعني هو بارد خالص. هجيب بقى البرطمان بتاعي وهبتدي احط بقى التوم بتاعي كده تمام كده. وهنبتدي بقى نحط الشطه، نطره شطه كده خفيفه. لو انت عايزه بتزودي شطه بتزودي زي ما انت عايزه الكميه اللي انت محتاجاها. وبعد كده بقى هبتدي انزل بالخيار بتاعي. تخليل سريع جدا وبسيط وما خدش منك وقت خالص، وبينقذك لو انت جايلك ضيوف وما فيش عندك حاجه تعمليها يعني مخلل او كده، فده بسرعه يعني سريع جدا. بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طبعا مش برمي الميه بتاعته، باخد الميه بتاعته بقى بكمل بها البرطمان اهو زي ما احنا شايفين كده. وكان ممكن تضيفي حبه سودا بس انا ما كانش عندي، ممكن انت بقى تضيفي حبه سودا كده برضو بيبقى جميل جدا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وهكمل بقيه الكميه بتاعتي كده. انا طبعا عامله كميه صغيره جدا، يعني هي تقريبا نص كيلو، ما مش كتير يعني. جربي الطريقه دي وفعلا بصوا هيبقى جميل جدا وهتحبوه جدا في البيت زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هبتدي بقى احط له نطره زيت صغيره كده، وتقلبي البرطمان بقى كده عشان كله يدخل في بعضه. ويا رب